صلي على النبي يا قمرية في الكومنتات وتعالي نعمل احلى فسيخ مع بعضينا. ولا تشتريه ولا اي حاجه، لان انتوا عارفين بقى غالي جدا. الكيلو وصل ل 300 و300 طب وليه؟ هو اي نعم السمك غالي والبوري غالي، بس احنا هنجيبه برضو، مش هنعمل بنص التكلفه بتاعت سعره. وهنجيبه ونعمله في البيت بنظافه وحاجه كده قمر. صدقوني الكاميرا ظالمه الفسيخ واحمر، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم تحفه يا جماعه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لك طريقه التحضير ازاي. انا جبت هنا 3 بريات متوسطين، ولا كبار قوي ولا صغيرين قوي. غسلتهم كويس جدا وسبتهم يتصفوا، توقفيهم كده على راسهم لما يتصفوا خالص ويبقوا زي مقددين معاكي كده. بعد كده هتعملي ايه؟ هتروحي عامله له تدليك كده هوت يا جماعه اهو، علشان لازم تفصلي الشوكه او السلسله عن اللحم، علشان الملح يخش في كل حته ويسويه. طيب خلصنا بقى تدليك وعملنا له مساج كده هوت. باجي هنا هوت يا جماعه، جبت كيس ملح. عندك ملح رشيدي خشن خير وبركه، بس انا ما كانش عندي الملح اللي هو الناعم مش هيقول لا. وكان احلى فسيخ صدقوني، يعني بالملح ده النتيجه بتطلع واحده خالص. هنا حطيت ملح وحطيت شطه، حطيت 3/4 كيس الملح، وحطيت معلقه شطه حلوه كبيره كده. الشطه دي ماده حافظه ليه يا جماعه. ونص معلقه كركم برضو ماده حافظه ليه، كركم مفيد جدا اهو. يبقى حطينا 3/4 كيس ملح ومعلقه شطه كبيره ونص معلقه كركم. هلاقي ايه وانا بقلب كده الملح قليل، هروح مزوده شويه ملح تاني يا جماعه اهو، علشان انا حسيته انه قليل على التلاتة. لان لازم تدي الفسيخه حقها في التمليح. لو طلعت دلع بيقولك هو ده الخطر، انما لما تملحيها حلو تبقى كويسه. انت عايزه بقى تاكليها عدمه، بعد ما تفكي عليه انقعها شويه في حبه ميه كده اهو، هتبقى حدوقيتها حلوه او ملحها حلو. طيب باجي بقى هنا اهو بمسح السمكه كده كويس جدا بالمنديل، وافتح خياشيمها واروح منضفاها من الدم اللي فيها ومن الميه ومن كل حاجه اهو. حلوه يعني الخطوه دي لازم يا جماعه، علشان الفسيخه ما يبقاش فيها اي ميه. واجيب ظهر المعلقه يا جماعه وافتح فتحه كده عشان الملح يخش جوه بطنها اهو. وانا بعمل كده وبدخل بصباعي الملح جوه بطنها عشان الملح ايه، يطول كل حته في الفسيخيه في السمكه اهو. والناحيه التانية الخياشيم برضو املاها كده اهو. وخلاص على كده اروح جايبه بقى كيس اهو. دي الطريقه المضمونه صدقيني للفسيخ، حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وترشي رشه ملح في قلب الكيس، وتروحي لفه الكيس بقى تطلعي منه الهواء كويس جدا وانتي بتلفيه كده. بص انا ببرمها ازاي اهو. واروح حطها بقى على جنب، واجي للتانية اهو نفس القصه برضو ملحتها. انا بس مش عايزه ايه اطول الفيديو عليكم. واهو حطيتها في كيس وخرج منها الهواء، واعملها عكس عكاس. وهنا بقى يا جماعه كنت خلصت بقى ايه التلات فسيخات اللي انا بخللهم، وعملتهم في الكيس كويس جدا. عملت في 3 اكياس، كيس عكس كيس عكس كيس، يعني لما تدخلي من راسها من ناحيه دي الناحيه التانية تدخليها من ديلها، عشان يبقى الهواء ما يطولهاش خالص. وتجيبي كيس ابيض حلو كده اهو، تروحي رصه التلاتة وتضغطي عليهم كده تطلعي الهواء منهم خالص. نجاح الفسيخ يا جماعه ان الهواء ما يطولهوش اهو. تضغطي عليهم وتروحي رابطه كده اهو. ونفس الكيس اروح مدخلاه في كيس تاني اهو اهو، وبرضو اضغط اطلع الهواء منه خالص، واروح ربطاه ربطه حلوه كده اهو علشان الهواء يخرج منه. طيب وبعد كده يا زوزو، انا بص ربطته وجبت الاسترتش بتاعي ورحت ايه مبرشماه كله بالاسترتش كده اهو، علشان برضو الهوا ما يطولهوش خالص. طب خلصنا بقى القصة دي، تعالوا بقى نحطه في علبة كده اهو اهو. ونروح حاطين كيس بلاستيك على العلبة او حطيته في العلبة، واروح مغطياه كده بقى. انا منعت الهوا من دخوله خالص. اكتبي بقى عليه التاريخ اللي انت عملتيه فيه، عشان هتسيبيه من 10 ل 12 يوم في الحر ده اهو. انا بقى هنا اهو خلصت. جيت بقى تعالوا نفتحه مع بعضينا. كنت عاملاه يوم 4/5، فتحته يوم 16/5، قعد بالظبط 12 يوم. واتفرجوا على الجمال معايا بقى يا جماعه. بصوا الكاميرا هي اللي هتتكلم مش انا اللي هتكلم. هتتفرجوا على حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طلع طعم ولونه، والله العظيم الكاميرا كانت ظالمه لونه كمان. لونه كان محمر بطريقه رهيبه، كان في منتهى الجمال. هنيجي بقى نفتح الاسترتش بتاعنا اللي احنا ايه عملناه بيه اهو.
افتح يا زوزو، يلا الاستريتش، يلا قمرية، شايفاك يا اللي ريقك جري على الفسيخ. لايك وشير للفيديو كتير كتير كتير. عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد مشاهدين علشان نوفر وندبر مع بعضينا ونعمل كل حاجة في بيتنا بايدينا بنظافة. اهو بصوا، بفتح ادي الكيس الاولاني وادي الكيس التاني. مش قادرة اقولك على الجمال والريحة يا جماعة، والسوا بتاعه عامل ازاي. هفتح معاكم برضو هتتفرجوا على الطبيعة اهو. حاجة كده اللهم بارك اللهم بارك. ألف هنا وشفا على اللي كل، وألف هنا وشفا على اللي هيعمل على طريق الزوزو وياكل. طبعا أنا فتحت من هنا والولاد ما صبروش من هنا، قالوا لي لازم ناكل. كان عندي رنجة من العيد، رحت إيه عاملة لهم أكلة فسيخ ورنجة. هنا بقى طبعا هغسلها الأول من الملح بتاعها وانضفها بقى أهو من الصفا بتاعها دوت أهو. نضفها خالص بقى، وبعد كده أروح فتحاها. واتفرجوا بقى، نقصقص بس الحاجات الزيادة بتاعتها دي اهو. واتفرجوا بقى على الجمال اللهم بارك. بس ننضف الصينية كده الاول، وبعدين هتتفرجوا على القمر بتاعنا وعلى الجمال والحلاوة بصراحة اهو يا جماعة. هنا بقى ايه، هنضف الصينية بس الاول من اللي فيها دوت. وهنا بقى جبتها بقى الفسيخية، ويلا نفتح بقى يا معلم ودوق وشوفوا الحلاوة والحمار بقى والجمال. حكي يعني بجد بجد اللهم بارك. بصوا القمر، حاجة كده قمر والله. الكاميرا ظالمة لونه. رميت الراس طبعا، والفسيخة هنا مش مستحملة. حاجة بسم الله اللهم بارك كده، زبدة زبدة. وهنا كان أحلى فسيخ طلع معانا والله العظيم. كان حكاية يا جماعة، اعملوا على طريقتي مش هتندمي. هتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.